صور ترصد رد فعل المتهم بقتل 3 مصريين في قطر بعد إحالته للمفتي. شقعت محاكمة تامر ميم 43 عام المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر حالة من الصراخ الشديد من قبل المتهم عقب صدور حكم ضده بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية. أحالت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم الاثنين أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم. ودخل المتهم في حالة من الانهيار عقب قرار هيئة المحكمة، وقال من داخل قفص الاتهام: إن شاء الله ربنا هيظهر الحق، أنا ما عملتش حاجة وانضربت واتذليت في قطر، عندي 4 عيال هيتيتموا وبنتي خطيبها سابها. وتابع المتهم: محدش جه سألني، كله سمع من جانب واحد، اتقبض عليا في المطار ومراتي اتاخدت هي وابني، قلت انا اللي قتلت، ولو عايزيني اقول اني انا اللي قتلت السادات هقول، بس مراتي وابني يروحوا، انتوا بتسمعوا من جانب واحد محدش سمعني. وكانت الدائرة العاشرة بجنايات النزهة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية قضت في وقت سابق بإجماع آرائها بالإعدام شنقا للمتهم في واقعة اتهامه بقتل 3 مصريين بدولة قطر. كشفت التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 23 جنايات النزهة المقيدة أن المتهم تامر 43 عام مقيم بمحافظة القليوبية في يوم 15/4 عام 23 بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر قتل عمد المجني عليهما في أثناء استضافتهم إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما حتى لفظ أنفاسهم الأخيرة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل عمدا المجني عليه عبد السلام ميم مع سبق الإصرار والترصد بأنه بات النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية من افتضاح أمر قتل المجني عليهما الأولين، وعد لذلك الغرض زاد السلاح الأبيض المستخدم في قتل الآخرين. وقضى متربصا حضوره للمسكن المشار إليه، وما اندلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدا إرهاق روحه مما أودى بحياته. قالت التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بغرض ارتكاب جنحة سرقة، سرق هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المملوك للمجني عليه علي شعبان على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاح أبيض سكين بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات. وطالب دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة بتعديل القيد والوصف للتهمة الموجهة بموكله إلى قتل عمد دون سبق إصرار وترصد، أما إنها مشاجرة كما جاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه الأول كان بيده سلاح أبيض سكين، كما أن المتهم أصيب بإصابات دفاعية. كما دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط لغياب السند القانوني، وأن مكالمة هاتفية من الانتربول الدولي ليست سلطة قضائية، كما أن المتهم لم يكن في حالة تلبس ليتم توقيفه والقبض عليه في المطار. كما دفع ببطلان اعتراف موكله وأنه أجبر على اعترافاته وتمت ممارسة عليه الضغط والإرهاب المعنوي ليدلي باعتراف الجريمة. كما دفع بإجراءات التحقيق مع المتهم عقب وصوله للأراضي المصرية. كما دفع ببطلان شهادة مأمور القبض القضائي الذي ادعى أنه واجه المتهم بالجريمة.